يقدم البريد السعودي خلال معرض الرياض الدولي للكتاب خدمة جديدة تتيح للمهتمين بالمعرض فرصة التسوق واقتناء ما يريدون منه بسهولة تامة، وذلك عبر السوق الإلكتروني إيمول التابع للبريد السعودي. خلال يوم أو يومين فقط من نشر الخدمة استطعنا خدمة أكثر من 50 عميل قاموا بشراء أكثر من 35 مرة عن طريق الإيمول. عفوا 35 عميل قاموا بشراء أكثر من 50 طلب خلال فترة اليومين هذه بقيمة شرائية تصل تقريبا إلى 31 ألف ريال. كذلك نقطة مهمة اللي احنا بادين يوم واول طلبيات هذه جت، متوقع خلال نهايه او خلال اسبوع كاملا نهايه الاسبوع مع نهايه المعرض نعرف بالفعل هل هي نجحت او لا، هل هي وصلت الاغلب ولا لا. غالبا غالب الامر انه بيكون في اكثر طلبات خلال اليومين القادمه، اذا استلموا الطلبات اصحابها بيصير في تسويق اكثر من قبلهم اللي حولهم، وبالتالي متوقع تزيد الاعداد ان شاء الله. كما يوفر البريد السعودي لزوار المعرض خدمة توصيل الكتب لمنازل المستفيدين داخل المملكة، حيث يتوقع أن تتجاوز كمية الكتب المنقولة عبر هذه الخدمة مع نهاية المعرض 7 أطنان من الكتب. السنه هذه في خلال يومين بس وصلنا الى 2 طن، فنتوقع الارقام تكبر تكبر. حنحط ارقام قياسيه، لكن المشاهد ان اتوقع بنوصل اذا مشت الامور بالوضع الحالي بنوصل اقل شيء الى 6 طن الى 7 طن هالسنه. لكن الجميل انه اي واحد يطلع من المعرض الا ما يقف عند مكان البريد ويبدا يشحن، حتى لو كان مع كرتون صغير او مجموعه كبيره، فالناس ترغب في الاستفاده من الخدمه وتريح نفسها وتروح الى مدينتها او بيتها او بدون عناء حمل الكتب ونقلها. وهذه خدمه اتوقع انها اضافت للمعرض وخدمات المعرض. جمال الخدمات التي يقدمها البريد السعودي تكمن في مساهمته في نقل المعرض لكل أنحاء الوطن. لقناة الاقتصادية الإلكترونية، خالد السملك، الرياض.